الكل بيتكلم عن إدارة الوقت، لكن الحقيقة إن الوقت المورد متجدد طول ما أنت عايش. لكن المورد الحقيقي اللي بيخلص هو طاقتك. إدارة الطاقة مش إنك تعمل حاجات كتير. إدارة الطاقة هي إنك تعمل أهم حاجة لما تكون في أعلى حالاتك. المشكلة مش في إنك بتشتغل 8 ساعات، المشكلة في إنك بتشتغل ال8 ساعات دول بنفس المستوى من الطاقة، فبالتالي بتقع في فخ الإنتاجية الخاطئة اللي بتخليك تشتغل على مهام بسيطة لما بتكون طاقتك عالية، وتأجل المهام الصعبة لما تكون مرهق. والنتيجة إنك بتقضي اليوم كله في حالة إرهاق، وبتحس إن أنت قيمتك قليلة عشان ما أنجزتش حاجة. تحس إنك مشغول طول الوقت بس من غير إنجاز حقيقي. إدارة الطاقة هي مهارة العمل مع الإيقاع البيولوجي الطبيعي اللي موجود فيك، اللي بتختلف فيه بينك وبين أي شخص تاني. الصح هنا إنك تعرف إيه هي ساعات الطاقة العالية بالنسبة لك، اللي بتكون فيها في قمة تركيزك وإبداعك، وإيه هي ساعات الانخفاض اللي بتبقى محتاج فيها راحة، أو حتى تعمل مهام روتينية مش محتاجة إبداع أو تفكير. المهارة دي بتعتمد على توزيع الجهد على مدار اليوم والأسبوع، زي اللي بيجري في سباق. لو طلع طاقته كلها في أول السباق بيوصل للنهاية وهو مش قادر يتحرك، لكن لو وازن الطاقة دي على مدار السباق حسب طاقته هو وتوزيعه للجهد المناسب ليه، هيقدر يوصل للمكان اللي هو منتظرها. انت هنا بتتحول من شخص بيشتغل بكمية وقت لشخص بيشتغل بجودة الطاقة. إدارة الوقت بتخليك تعمل أكتر، لكن إدارة الطاقة بتخليك تعمل الأثر الأكبر. والشطارة إنك تعمل الاتنين. لو عايز تبتدي تطبيق لإدارة الطاقة جرب التمرين ده لمدة أسبوع. سجل كل ساعة إيه المهمة اللي كنت بتعملها وإيه هو مستوى طاقتك فيها من 1 ل10، وآخر الأسبوع حلل النتيجة دي. هتكتشف إن أنت عندك ساعات أعلى طاقة وساعات تانية بتبقى طاقتك قليلة فيها، وبالتالي هتقدر تحدد جهدك يتوزع في أنهي وقت بشكل مناسب. انقل أصعب وأهم 3 مهام في يومك للساعات اللي طاقتك عالية فيها، وخصص الوقت التاني للمهام الروتينية والرد على المكالمات والإيميلات. لو عايز تعرف ازاي تستغل كل جزء في طاقة جسمك وعقلك علشان تحقق أقصى إنجاز، أجندة من الألف للياء بتعلمك ازاي تصمم نظام حياة بيضمن لك أعلى مستوى من الطاقة والإنتاجية اللي بتستمر، وبتكون نمط حياة ليك انت مناسب ومخصص عشانك. اطلب الأجندة دلوقتي وابدأ تنظيم وقتك بوعي وذكاء. لو عندك أي سؤال اكتب لنا في التعليقات وهنرد عليك.